الأشغال النهائية لملعب طنجة. ملعب طنجة أو ملعب ابن بطوطة. كما سبق وذكرنا أن الأشغال بعدما كانت تسير بوتيرة بطيئة الآن تقريبا شرفت على الانتهاء، خصوصا بعد زيارة ولي جهة طنجة للملعب الذي أعطى الكثير من التعليمات، وذلك للإسراع في الأشغال لانتهاء قبل كأس العالم للأندية. هذه الأيام الأشغال النهائية مستمرة في المركب الرياضي لطنجة، حيث عرف بداية تثبيت المقاعد بالمدرجات الجديدة لملعب ابن بطوطة، استعدادا لاستضافة كأس العالم للأندية المنظمة بالمغرب بمشاركة نادي الوداد الرياضي الممثل الوحيد لكرة القدم الوطنية، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله.